السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده يبقى جايبه لكم ريفيو عن ماكينة الزبادي اللي سامعة عملتها معاكم في الفيديو الشورت. يا رب يكون عجبكم. تعالوا بقى نوريكم كل محتواها من جوه. طبعا سامعة قلتها لكم بس طبعا ما قلتلكمش هي ماركة ايه وكل بقى بياناتها هقولها لكم ان شاء الله في الفيديو ده معانا. يلا بينا بقى نشوف الماكينة من جوه عاملة ازاي واحدة واحدة ان شاء الله. الاول بقى نصلي على النبي كده، وعايزه يا بنات كل اللي يسمع الفيديو في التعليقات ان شاء الله يكتب لنا كده في الكومنتات ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. دي يا بنات ماركة سوني. ماركة سوني دي ماركة معروفة جدا، وحاجات من الحاجات الجديدة يعني. بصوا فيها كل حاجة، فيها العجان وفيها بصوا ما شاء الله جميلة جدا. الماركة دي يا بنات جميلة جدا، والضمان بتاعها المفروض يتعين. دي جميلة لسه جديدة يا بنات. منتجاتها كلها جميلة جدا، فيها العجان والبصوا والمفرمة والقلاية كل حاجة، والمكوى البخار المكوى العادية ما شاء الله جميلة جدا. يا جماعة الخامات دي جميلة جدا، لسه نازلة السوق، خامتها جميلة جدا. تعالوا بقى نشوف بقى المكنة معانا واحدة واحدة. ثواني يا بنات معلش هطلعها كده واحدة واحدة عشان متكسرش معانا. بصوا يا بنات هي عندك اهيت، هقولها لكم بقى واحدة واحدة مع بعضينا كده، واحدة معانا. بصوا يا بنات اهيت المكنة اهي مكونة. المؤشر بتاعها هي بتظبط الحرارة. أول حاجة بتظبط انت عاوز كام ساعة. هقول لكم بقى ان شاء الله كيفية استخدامها واحدة واحدة. يعني أولا اللي اهيت 8 اكواب يا بنات ازاز. طبعا انضف حاجة طبعا الازاز، طبعا خامتها الماتيريال بتاعها عالي طبعا ما شاء الله. اهم حاجة الماتيريال بتاعها يا بنات ان هي تتحط. بصوا جميلة جدا، بصوا اكنها كوباية بجد جميلة جدا. خامتها ما شاء الله جميلة جدا. طبعا بما انه زبادي فحاجة صحية فلازم اهتم بكل حاجة طبعا. ده يا بنات تركي، ماركة الصيني دي تركي. اقول لكم بس كيفيه استخدامها ان شاء الله عشان نطلع احسن زبادي في البيت باذن الله. والضمان زي ما قلنا معانا سنتين ان شاء الله، معانا ضمان سنتين. طبعا ازاي نستخدم الزبادي عشان نطلع ان شاء الله زبادي صحي في البيت، بما ان الزبادي ما شاء الله كل يوم في الطالع. اسعاره طبعا ما شاء الله دلوقتي كل حاجه ما شاء الله طالعه، فاحنا بنعمل حاجه نظيفه في البيت واقتصاديه يعني ما شاء الله. حاجه طبعا ضامنين ان هي حاجه نظيفه طبعا، حاجه جميله جدا في البيت. مش تعالوا بقى نقول نستخدم ازاي. اولا احنا بنجيب دوت العبوات دي على قد كيلو لبن. نجيب كيلو لبن وعبوه زبادي واحده بس من اي سوبر ماركت طبعا. طبعا احنا الاول بنغلي اللبن وبنخليه الاول بنخليه يدفى، مش اللي هو ما ينفعش نحط الزبادي وهو بيغلي. لازم نغلي اللبن ونسيب ان هو يحفى شويه، وبعدين نحط معاه عبوه الزبادي. نحط معاه عبوه الزبادي وبعدين نحطها بقى في الثمان اكواب دي. تمام. وبعدين بس الاول يا بنات لما نحط الزبادي ما نحطش الغطا بتاعه معاه. ثواني عشان دينا عايزه تتكلم يا بنات. نعم ماشي يا تيتا. ماشي نحط بقى العبوات دي اهيت. نحط الزبادي هنا. طبعا احنا قلنا كيلو لبن. دينا عايزه تشتري يلا تيتا يلا ماشي. دينا ما بتسكتش غير بفلوس دلوقتي. نحط زي ما قلنا دي عبوتها كيلو لبن عليها عبوه زبادي. الاول الزبادي نسيبه لما يبرد خالص، وبعدين نقلب اللبن نسيبه لما يبرد خالص، وبعدين نقلب عليه الزبادي. وبعدين زي ما قلنا بقى اهوت نحط اللبن يا جماعه يا بنات. اللبن طبعا بالزبادي ونحطه كده من غير غطيان، من غير الغطا بتاعه يا بنات. والمقشر بتاعه اهو. الزبادي بيقعد من 8 ل 10 ساعات. المقشر بتاعه موجود اهوت. ونحط طبعا فيشه بالكهرباء. وكمان لازم لما نحط فيه اللبن ان شاء الله اللي هيبقى زبادي لازم ما نحركش المكنه من مكانها. ما ينفعش بقى نحركها من مكانها قبل الوقت بتاعها ما يخلص، عشان يبقى سمكه ما شاء الله سمكه كويس معانا. تمام. الاول بقى وصلنا نعمل الصوص زي ما قلنا لكم. نصلي على النبي في الكومنتات. عايزين نشوف بقى كميه صلاه على النبي عامله ازاي. عايزه بقى يا بنات تفجروا الكومنتات صلاه على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تمام. زي ما قلنا كده هنسيبها من 8 ل 10 ساعات حسب ما نشوف بقى سمكه قدامنا. تمام. طبعا بالغطا بتاعها يا بنات لازم يكون غطاها عليها. الغطا ده بقى ان شاء الله بعد ما تطلع بعد 8 او 10 ساعات على حسب ما نشوف سمك الزبادي قدامنا هنغطي تاني. نغطي الكوبايات دي تاني يا بنات اهيت ونحطها في التلاجة بقى لمده 3 ساعات. ان شاء الله هيبقى معانا احسن زبادي ان شاء الله. احسن زبادي ممكن تاكليه في حياتك ان شاء الله هيطلع معانا في المكنه دي. وطبعا زي ما قلنا اهم حاجه ان هو زبادي صحي جدا. تاكلي اولادك حاجه صحيه جدا. وطبعا مع ماركة سوني ما شاء الله هتلاقيها تاكل بجد احسن طبق زبادي ان شاء الله. بجد جميل جدا. زي ما قلنا نحط الزبادي من 8 ل 10 ساعات بس من غير غطيان يا بنات. انا نقفل عليه المكنه كده ونظبط عليه المؤشر. الحمد ان شاء الله 10 ساعات هتلاقي المؤشر واقف لوحده. ونشيل بقى خلاص الفيشه في الكهرباء خلاص، ونحط بقى الزبادي ان شاء الله في التلاجة لمده 3 ساعات.
تمام. وزي ما قلنا ان شاء الله هتاكل احسن طبق زبادي ان شاء الله، ممكن بجد طبق زبادي محترم، بس اهم حاجه ما تحركوش المكنه وهي شغاله عشان ان شاء الله يطلع الزبادي صبغه كويس معاكم. ما ينفعش نحرك المكنه. وزي ما قلنا معانا مده ضمان لمده سنتين. يا رب يكون الريفيو عجبكم واستفدت منه، واللي عايز اي حاجه في الكومنتات يا بنات يعلقلي وانا ان شاء الله ارد عليكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.